تبدو مطالب متظاهري ميدان التحرير قاب قوسين أو أدنى من التحقق بعد قرارات النائب العام بحق مبارك وأسرته. هم اللاحقون إذن بقوافل المتهمين بإهدار المال العام من أركان النظام السابق. أما السابقون فهم وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال أحمد عز، الذين حددت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع المقبل موعدا لجلسة محاكمتهم. ويأتي هذا القرار بعد طلب للنائب العام الأسبوع الماضي من الخارجية المصرية بالتفاوض مع الدول الأجنبية بشأن تجميد أرصدة عائلة مبارك فيها. خطوة حميدة فعلا، لكن جت متأخرة جدا ومش فاهم ليه ما حصلتش يوم 11 فبراير لما هو أجبر على إنه يتنحى. الوقت ده كله ممكن هو وعيلته يتصرفوا في الأموال ديت، ودي حق الشعب المصري، ده دم الشعب المصري اللي سكب في 25 يناير. الصحف المصرية استبقت قرار النائب العام بنشر ما قالت إنها كشوف حسابات لنجلي الرئيس المخلوع وزوجته في بنوك مصرية، وأظهرت المستندات امتلاك أفراد الأسرة لعشرات الملايين من الدولارات. محاسبة مبارك وتقديمه للمحاكمة وكشف عن كل الأعمال الخاطئة والقمعية وكشف كل تهم الفساد اللي متورط فيها مبارك أو عيلته أو أي شخص من المقربين منه هو على قائمة أولوياتنا. لا نتخلى عنه بتجميد أرصدة مبارك أو عائلته فحسب، ولكن هناك منظومة كانت منخرطة في عمليات الفساد وعمليات القمع، يجب أن تحاسب هذه المنظومة وتقدم للمحاكمة ويتم التعامل معها جميعها على قدم المساواة دون أي تفريق. وفي أعقاب لقائه بأعضاء المجلس العسكري، عقد ائتلاف شباب الثورة مؤتمرا صحفيا كشفوا فيه أن المجلس وعدهم بأن حكومة أحمد شفيق ستقال قبل الانتخابات العامة المقبلة، وأن الشباب رفضوا عرضا من هذه الحكومة للحوار. منذ انطلاق الثورة المصرية ظل سقف مطالب الثوار أعلى مما يتوقعه كثير من المحللين، وها هي الأمور تصل الآن إلى تجميد أموال مبارك وعائلته ومنعهم من السفر، وها هم الثوار يطالبون بالمزيد، وعلى رأس مطالبهم إقالة رئيس الوزراء الحالي أحمد شفيق وحل جهاز مباحث أمن الدولة. هاني بشر، الجزيرة، القاهرة.